بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب. اللهم ارزق أبي الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله حفرة من حفر النار. وصفة اليوم عبارة عن حلوى جافة اقتصادية، مقاديرها بسيطة. تجي تدوب في الفم، درتها لكم بدون بيض. هاد الحلوى صدقوني تجي بزاف بزاف بنينه. ما نطولش عليكم، نقولكم شوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير. في اناء حطيت 250 غرام مارغرين طريه تكون بحراره المطبخ، ضفت لها نصف كأس من الزيت النباتي، وكيسين نتاع الفلون ذوق الشوكولا. الوزن تاع الكيس 56 غرام. هنايا ما حيش نديرو السكر لانه كما تعرفوا الفلون اصلا راهو حلو. ضفت ملعقه كبيره تاع لافاني، ونخلطوا المكونات كامل بالخلاط الكهربائي. كان ما عندكمش الخلاط الكهربائي ديروا بيدكم عادي جدا، ولا بالفوي ولا كما تحبوا. هنايا ضفت 6 قطع نتاع الجبن الطري، اي نوع تاع الجبن يكون عندكم. وهذا هو السر اللي يخلي الحلوى تاعكم هذه الجافة تكون طرية وهشيشة. الجبن يعني راح يمدلها طراوة وهشاشة. هنايا 4 ملاعق كبيرة من النشاء اللي هو لا مايزينا. بديت نضيف الفارينة تدريجيا. كذلك ضفت ملعقتين صغيرتين من خميرة الحلويات، ونجمعوا العجينه تاعنا. كما تعرفوا العجينه ما تعجنوهاش بيدكم، خلطوها برك. بقاو ضيفوا في الفارينه تدريجيا حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. انا هنايا جبت بلاطو حطيت فيه ورق الطهي، تقدروا ما تحطوش، ودرتهم كويرات بهذا الشكل وبسطتهم شويه. هنا كنت شعلت الفرن تاعي على 170 درجه، وحطيت الحلوى تاعي الطيب. الوقت اللي تديه لي الحلوى في الفرن هو واحد 20 دقيقة هكاك. هنايا من بعد ما طابت لي الحلوى خليوها تبرد شوية، ومن بعد نجيو للتزيين. بالنسبة للتزيين هنايا عندي كمية من المربى. انا المربى تاعي ضفت له شوية تاع ماء الزهر باش يجيني هكا القوام تاعو يكون شوية جاري. ونحتاج كذلك كفرات ذوق الشوكولا، كنت رحيته في الروبو كما راكم تشوفوا. هنايا حبيت نمد لكم تدبيره للقفريط. القفريط نتاعكم قبل ما ترحيوه في الروبو حطوه في المجمد، خليه حتى يجمد باه ترحيوه، باه كيجيكم مفتت وكل حبه وحدها. لانكم لو كان ترحيوه هو جديد كيما شفتوا القفريط تاع درك راهو معمر بالكريمه، راح يجيكم شغل مش كل حبه وحدها. من الاحسن انكم ديروا التدبيره هذه وشوفوا يعني النتيجه. نجي دركا نجيب الحبات نتاعي تاع الحلوى. هنايا درت لهم المعجون من فوق بهذا الشكل، ومن بعد نوليو نمرغوهم في هذاك القفريط. يعني التزيين كما حبيتو اختياري، لكن انا ننصحكم ديروا القفريط، راح يجيكم بزاف بزاف بنين. تقدروا ديروا نواة كوكو، تقدروا ديروا كاوكاو، يرجع لكم الاختيار. وهذه هي الحلوى تاعي في شكلها النهائي. شوفوا الشكل نتاعها، جا روعه يشهي، جات ما شاء الله، جات تذوب في الفم صدقوني. الوصفه هذه اكثر من رائعه، نتمنى انكم تجربوها. حبيت نقولكم باللي المقادير هادو داروا لي 40 حبه بالضبط، وعطيت لكم يعني الكميات تاع القفريط. المقادير راهي مضبوطه اللي مديتها لكم. ما نطولش عليكم، نقول لكم ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو، تبارطاجيوها مع الاصدقاء نتاعكم وحبابكم. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، في امان الله.